خامنائي أنت خادم، أنت عدو لله ولرسوله، أنت قاتل أطفال المسلمين، أنت قاتل طفل الرضيع في كربلاء، أنت أشد من يزيد وأحقد وأحقر. أين أنت؟ أين أنت عن غزة؟ أين أنت عن أطفال فلسطين؟ هذا السلاح الذي تعده في لبنان لمن؟ لا تقل لي أنني وأنني 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 وأنني. الأعذار، أعذار الخونة نعرفها. أنت اليوم مسؤول أمام الله عن كل طفل في غزة أنت تقتله، قبل الصهيوني وقبل الأمريكي. لو أنك حركت الغزة هنا، أنا لبناني وأنا هنا في بعلبك وأنا أطالب، أنا مستعد أن أموت وكل من أحب في الدفاع عن غزة وفي الدفاع عن أطفال غزة. قبحكم الله. وأنا متأكد لو يعرف الأمريكي ويعرف الصهيوني أنك ستسمح بتحريك الجبهة في لبنان لتوقفوا عن غزة. توقفوا عن غزة. أهلي في غزة اصمدوا. كل التهويل لن يزيلكم. التشيع منهم بريء، الإسلام منهم بريء، محمد منهم بريء، علي بن أبي طالب منهم بريء. هؤلاء أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء محمد، أعداء علي. إياكم أن تصدقوا أنهم ينتسبون لهذا، بل يختبئون. هذا الحاكم في طهران عدو لمحمد ولعلي، هذا يبتدع تشيعا ليس له علاقة بأهل البيت. هؤلاء كذبة فجرة، أعداء لأمة محمد، يستأنسون يفرحون بقتل أطفال المسلمين. أنتم طيب أنتم الأثمان اللي دفعت في سوريا وفي العراق، مئات ألوف الذين قتلوا على أيديكم وأيدي حلفائكم في سوريا وفي العراق وفي اليمن، لو دفعتم قليلا في فلسطين، إلا أن تحسبوا أنه لا ظروف ما تسمح بسوريا تهاجموا أهلنا الأبرياء المعترين يحاكموا هذا القرد اللي ساكن كيف؟ قولوا لي. أنا أخاطب لشباب المقاومة، أنا أعرف كثير منهم جيدين وطيبين، ممكن لا حول لهم ولا قوة. أيها الإخوة، اعلموا أن طاعتكم لهؤلاء معصية عظيمة وخيانة لأمة الإسلام، وأنه يجب أن نحرر قبضة لبنان من قبضة هؤلاء وتكون بقبضة أهل لا إله إلا الله. يجب أن نحرر فلسطين. يجب أن نحمي الأمة من كل مكائد الخونة والمجرمين. إياكم أن تصدقوا هذه السخافات التي تجري في لبنان إطلاقات نار. هذه مدروسة مع الأمريكان والصهاينة وطهران، مدروسة ده بشكل كامل لخداعي وخداعكم. يا أيها الأشراف، أنتم في يوم من الأيام كنتم صادقين، وإن شاء الله لازلتم كنتم صادقين. يجب. وأقول حال أنا بقول لك يا خامنائي، أخيرا ستخرج الأمة كلها تصرخ: ارحل عنا، ارحل عنا أيها الخائن، ارحل عنا يا من بعتنا لكل أعداء الله في الأرض ولكل شياطينه. اليوم يومكم. افتحوا الأبواب في سوريا خربانة. افتحوا الأبواب في سوريا. ليش يا أخي؟ ليش عم تبيعوا وتشتروا فاتحين بزار على دماء أهلنا وأطفالنا في غزة؟ لعنكم الله، ما أحقركم. أيها الإخوة والأخوات، شيعة وغير شيعة، اعلموا أن كل كلمة يقولها زعيم وكل المراجل والبلاغات هؤلاء كذبة فجرة، هؤلاء خدم للأعداء، لعنهم الله جميعا. انبذوهم، قوموا في وجوههم، اصرخوا توحدوا حول نبيكم وإسلامكم وقرآنكم ووحدتكم وقدسكم.